ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ بصوا، انا عايزه اقول لكم على حاجه من قلبي. التشافي اللي بنمر بيه مش بس علشان نرتاح ونعيش في سلام، لا ده كمان علشان الاطفال اللي لسه هيتولدوا، وعلشان العلاقات اللي جايه ما تبقاش مكسوره، علشان بنتك ما تقولش انا طلعت شبه ماما في التعب، علشان ابنك ما يكررش نفس الدور اللي وجعك. كل مرة بتواجهي وجعك وبتبطلي تهربي، انتي مش بس بتغيري مصيرك، انتي بتغيري سكة دم ماشية في العيلة من زمان. فما تستقليش بنفسك، انتي جيل بيشفي علشان اللي جاي يعيش. هقولك على شوية حلول لو طبقتيها هتساعدك على التشافي. أول شيء، اكتبي مشاعرك أول ما تحس إنك متضايقة، ده اسمه التفريغ الكتابي، بيمنع الانفجار الداخلي. واعملي حاجة اسمها جلسة للتأمل الجذور، وتخيلي العيلة كلها حواليكي وركزي على السلام بدل الآلام. وكل يوم اسألي نفسك سؤال واحد: أنا النهاردة اخترت أكون شبه مين؟ نفسي ولا الجرح اللي ورثته؟ لما حد يضغطك فكري قبل ما تردي، هل الرد ده بيمثلني ولا بيمثل دور قديم اتعلمته؟ لما تتضايقي من السلوك المتكرر عندك أو عند حد قريب، اسألي مين في العيلة كان بيعمل كده وليه. ده وعي مش جلد ذات. واعملي بلاي ليست فيها أغاني فيها شفاء وراحة، مش نكد وحنين. هيخلي الطاقة اللي حواليكي خفيفة، والطفلة اللي جواكي تستحقي تسمعيها. كل يوم قوليلها أنا شايفاكي وهكون دايما جنبك. واعملي روتين صباحي للتشافي. أول ما تصحي اقعدي في هدوء 3 دقايق وقولي أنا أختار النهاردة أعيش بسلام، مش بدور الضحية. واشربي مية دافية بنية تنظيف الجسد والطاقة. وامشي شوية في البيت حتى لو 5 دقايق. وقولي كلمات يومية زي توكيدات: أنا مش الماضي، أنا الشفاء اللي بيبدأ من دلوقتي. أنا أستحق إن حد يحتويني بدون شروط. واعملي تمرين بسيط لتهدئة المشاعر. قولي لنفسك أنا معاكي وسامعة وجعك وإحنا هنعدي ده سوا. واعملي تمرين التنفس 3 مرات ببطء مع العدد: 4 شهيق و4 حبس و4 زفير. وجيبي صورة ليكي وانتي صغيرة وحطيها على المراية. كل يوم ابعتيلها رسالة حب، قوليلها أنا بحبك، أنا بحميكي، مش هسمح لحد يوجعك تاني. واقرأي سورة ياسين بنية التشافي، اسمعيها أو اقرأيها كل يوم بنية النور والسلام. ولما تتوضي قولي في بالك: بنضف طاقتي من كل وجع، من كل تكرار، من كل اللي مش ليا.